يلا بينا نخرج تاني. واقفة صامدة مهما بتهز الجراح. مين يقول ان الجبال تقوى فيها الرياح؟ وانت شفت كتير وياما بس علمك عمره ما كان يوم مباح. فيها ايه لو يجوع ناسك شوية؟ فيها ايه لو نعيش عيشة عادية؟ واما تقسى الدنيا حبة بعرف ان الفرحة جاية. طول ما في تعليم شبابك، طول ما في حافظ كتابك، طول ما يجري النيل هنجري نبقى بس تراب جنابك. ليكي حالة خاصة جدا للي زارك، مهما لف يجي يخبط تاني بابك. ليكي شمس مصاحبة يومك نورها بيعطر نهارك. نلقى فين في الدنيا زيك؟ الفقير بيجوع ويدي، والحزين على غيره طبطب. بابتسامة اليوم يعدي لما للأوجاع بنشطب. ليكي طلع على القهاوي رغم شايف سجل نوتة. تحلى جدا الغناوي رغم ضيقة ولا حوجة. ليكي شمس مصاحبة يومك نورها بيعطر نهارك. كل شارع فيكي غنوة يتعمل 100,000 لحن. طول ما في قلوب بترضى مهما بتقابل في طحن. ايه يساوي ماشية على كورنيش في نيلك ترمسك والضحكة حلوة. تاني نرجع يوم نجيلك مهما اوصف مش هكفي طعم سهرة في قلب ليلك. مهما اوصف مش هكفي طعم سهرة في قلب ليلك. والمختلف السنة دي برضو قاعة 5. قاعة 5 السنة اللي فاتت كانت عبارة عن خيمة، لكن السنة دي عبارة عن قاعة عادي، وده كأنكوا دخلتوا حرفيا حضانة. بس حضانة حلوة جدا، هتنبسطوا انتوا أولا، يعني الطفل اللي جواكوا هينبسط وأطفالكوا هينبسط. وده ركن الطفل، أو يعني القاعة المخصصة للأطفال. هتلاقوا فيه قصص كتير جدا جدا بمختلف الأعمار، وإزاي إن انتوا تنموا الأطفال، تنموا حتة في الأطفال كده. وهتلاقوا فيه أنشطة حلوة جدا، وهتلاقوا نهضة مصر الغنية عن التعريف فيها ميكي وبطوط وحاجات كتير مختلفة. وهتلاقوا ناس بتشرح للأطفال أنشطة وإزاي يعملوا ويبتكروا حاجات كتير ومختلفة. والمجلس القومي للطفولة والأمومة طبعا الغني عن التعريف، واللي بتشرف عليه السيدة انتصار السيسي، وبرضه بيعملوا أنشطة جميلة جدا جدا. طبعا شخصية الطفل أو معرض الطفل هي الدكتورة فاطمة معدول اللي قلت لكم نبذة عنها في بداية الفيديو. وكمان هتلاقوا أنشطة في غاية الروعة، لأن طبعا منطقة الأطفال دي برضو فيها كأنها كيدز اريا كده، تعلموا أطفالكم حاجات. ولقيت فيه ابليكيشن برضو للأطفال هوريهولكوا كمان شوية. ده نهضة مصر عليها خصومات طبعا 40%، 15%، حاجات في منتهى الروعة، أو دار نهضة مصر. فبصراحة أنا انبسطت، أنا كبهير انبهرت. وفيها حاجات حلوة جدا، أهي ميكي طبعا اللي احنا كلنا اتربينا عليها. وحاجات طبعا كل سنة بيصدر إصدار جديد عن ميكي. وطبعا حاجات يعني أنا نفسي أرجع طفلة تاني. في حاجات حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. الدار دي يعني بصراحة احنا واحنا صغيرين وهي محافظة على رونقها. وده الابليكيشن اللي بقولكوا عليه، ده فور كيدز واسمه رحلتي من نهضة مصر. وهتلاقوا ان انتوا ممكن تسمعوا عليه طبعا حكايات وزي ما انتوا شايفين. وده طبعا ده لو حد عايز شغل برضو جوب فاكانسي. وده شركة الجنة نشر توزيع، عندهم برضو لعب وحاجات برضو تعلم تركية وكتب في غاية الروعة. يعني مش ليكي انت او مش لطفلك بس، ليكي انت كمان، انت ازاي تعلمي نفسك وتعلمي طفلك. شركة سندباد برضو لقيت عندهم قصص حلوة جدا، قصص وسلاسل حلوة جدا بجد. انا برشحها لكم بشدة، لان انا شفت فعلا قصص شيقة. ملمس الكتاب حلو جدا، الالوان جميلة ومتناسقة. ده مش اعلان، بس انا حبيت بصراحة الكتب اللي هناك.
وحبيت ان انا اقول لكم عليها لان بجد هتفيد اطفالكم، وهتلاقوا فيه طبعا تشكيلة جميلة جدا من القصص ومن التلوين، وهتلاقوا فيه قصص القرآن، وهتلاقوا حاجات حلوة جدا تعلم أطفالكم حاجات مختلفة وجميلة. بوريكم كده الشكل العام للقاعة. بصراحة أنا انبسطت وانبهرت في نفس الوقت، وبصراحة مكنتش عايزة أخرج من هناك، بس خرجنا عشان أوريكم آخر حاجة في معرض الكتاب، وهي القاعة رقم 6 وكمان القاعة المخفضة والكتب الأجنبية، واللي أنا برضو انبهرت فيها لأن التنظيم بتاعها كان حلو، وكان فيه برضو الكتب يعني شبيهة للقصة كده، وان انتوا تطلعوا منها برضو بحاجات مفيدة. الكتب المخفضة بتبدأ من 25 جنيه، وهوريكم ازاي تعرفوا كل كتاب عبارة عن ايه. باد وولف ده تصوروا بيه الأطفال. زي هنا مثلا الفاميلي هتلاقوا 25 ومكتوب الرقم اللي موجود على الكتاب زي ما انتوا شايفين. مثلا هنا هتلاقوا سعره فوق موجود مثلا ب30 أو ب25، يعني سي مثلا، فده مثلا ده سعر الكتاب ده، وهكذا، فانتوا هتنبهروا. هنا بقى السور الأزبكية. السور الأزبكية برضو الجناح ده كان موجود في قاعة رقم 4 أو 5 السنة فاتت، قاعة 4 تقريبا. فانتنقل السنة دي لقاعة رقم 6 وجنبه يعني جنب القاعة المخفضة. مدينة الألعاب دي كانت مجموعة ألعاب زي ما انتوا شايفين، سودوكو، على سلم التعبان، على الشطرنج، على طاولة، على كل حاجة. أنا حسيت إن فيها حاجات مختلفة، فسألت البنوتة على سعرها لقيتها ب100 جنيه. ففي أسعار متفاوتة جدا هنا في سور الأزبكية. وهتلاقوا كمان مندلة للكبار سعرها بيبدأ ب50 جنيه، وهنا السعر الكتاب ب30 جنيه في الدار دي. والجدير بالذكر إن كل دار عاملة مكان ليها مخصوص في سور الأزبكية بتبيع الإصدارات القديمة، أو ممكن تلاقي إصدار كتاب حديث بس بطبعة مختلفة شوية، أو كتاب شوية بس مش سيء، يعني بصراحة حلو. قصة ب20، 3 قصص ب50. هتلاقوا فيه حاجات حلوة جدا. كتاب ب20 و3 كتب ب50. المجلد يا جماعة ب50 مجلد. عارفين المجلد ده يعني كام صفحة؟ ب50 يعني سعره تحفة بجد. أي مجلد هنا ب30 يعني. بصوا هنا 2 مجلد ب300، أي كتاب ب15، أي كتاب هنا ب10. فحسيت إن أنا يعني بصراحة مبسوطة بجد. يعني حاسة إن في تقدير للناس. يعني 3 مجلدات هنا ب75. ففي بصوا يعني في تفاوت ما بين الحاجات. هنا برضو 10 قصص للأطفال ب55. في حاجات كتيرة مختلفة. هنا برضو عرض خاص في حاجات ورا ب10 جنيه، ألعاب للأطفال حرفيا. هنا المانديلا اللي قلتلكوا عليها وكتاب تلوين للكبار ب25 وفي ب50. في عروض يعني استغلوها بجد، هتنبسطوا وهتلاقوا نفسكم ان انتوا اشتريتوا حاجات حلوة وقيمة تقعد معاكوا السنة كلها، وفي نفس الوقت تقروا وتعملوا، تنبسطوا وتعملوا أنشطة لنفسكم كمان. بصوا في ميكي وتوم وجيري برضو، وفي عروض عليهم طبعا الغني عن التعريف. نهضة مصر عاملة هنا برضو، وهنا ب10 جنيه. كل حاجة مكتبة الفنون دي برضو عاملة تخفيض على مجلة بارني ب10 جنيه. اقول لكم شوية نصايح لو انتوا جايين الصبح او بالليل. البسوا تقيل عشان القاعات دافية وحلوة، لكن بره الجو هيزعلكوا. فانتوا عشان تستمروا في المعرض لأكبر قدر ممكن البسوا تقيل، وما ما تستهونوش في موضوع اللبس ده، لان برضو الجو لسه ساقعة. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، لو لسه اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. واستنوني في حلقات جديدة من شوبينج ست البنات، وباي باي.